السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة قصص حدثت بالفعل. النهاردة هقول قصة مشهورة حصلت فعلا قبل كده، وأظن إن معظم الناس عارفاها، وهي قصة ريا وسكينة. بس رجاء من حضراتكم، لو أول مرة تدخلوا قناتي ياريت تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة. ويلا بينا ندخل في القصة على طول. اتولدت ريا في قرية الكلح التابعة لمركز إدفو بمحافظة أسوان في أقصى صعيد مصر سنة 1875. وسكينة اتولدت في كفر الزيات سنة 1885. ولما مات أبوهم مشيت الأسرة وراحوا بني سويف، وبعد كده راحوا لكفر الزيات. هناك كان الأختين ريا وسكينة بيشتغلوا في جمع القطن. اتجوزت ريا من حسب الله سعيد مرعي، وخلفت منه طفلة سموها بديعة، وطفل تاني بس توفى بعد ولادته بفترة قليلة. بعد كده راحت سكينة مع جوزها الجديد لإسكندرية، وسكنت في حي اللبان سنة 1913. وحصلتها بعد كده أختها ريا مع أسرتها. طلق سكينة من جوزها واتجوزت محمد عبد العال اللي كان جارهم في الوقت ده. ومع الظروف الاقتصادية الصعبة اللي واجهت البلد خلال الحرب العالمية الأولى وانتشار البطالة والفقر، اتجهت الأسرة للأعمال غير المشروعة، فبدأوا في التفكير في سرقة المصاغات والذهب من الستات، بعد كده يدفنوهم بشكل خفي ما يبينش أي أثر. بدأ نشاط العصابة لما كانوا الأختين في البداية بيقوموا بإغراء وخدع الضحية بالكلام الحلو لغاية ما يثقوا فيهم، بعد كده يشربوهم خمور قوية المفعول تخليهم يسكروا ويفقدوا القدرة على التركيز والقوة على المقاومة. وبعد كده ياخد كل فرد من أفراد العصابة دور في عملية قتل الضحية من خلال كتم نفسهم. وكان المتهم محمد عبد العال أول من أضاف للتحقيق أول تفاصيل عن طريقة قتل ودفن الضحايا، علشان ينفي بكده كل ما شاع عن إن العصابة كانت بتخنق الستات. وفعلا تطابقت أقواله مع تقارير الأطباء الشرعيين اللي حسموا الأمر بأن القتل كان بيتم بكتم النفس مش بأي طريقة تانية، وعن توزيع الأدوار فيما بينهم خلال عملية القتل. كان محمد عبد العال إن دوره في معظم العمليات كان شل رجلين الضحية، بينما يتولى حتى نشل دراعها، والتالت بيثبت راسها علشان يتمكن حد منهم من كتم نفسها بمنديل متبلل بالمية لغاية ما تموت. وأول ما تفارق الضحية الحياة يجردوهم من الزينة والذهب بتاعهم وملابسهم، بعد كده يدفنوهم في نفس المكان اللي اتقتلوا فيه. وكان الأختين بيبيعوا الذهب المسروق لمحلات الصاغة في السوق، وبعد كده يقسموا ثمنه مع بقية أفراد العصابة. بدأت الشرطة في عمل تحريات نظرا لوجود بلاغات عن اختفاء ستات في اسكندرية. البداية كانت في نص يناير سنة 1920 لما قدمت السيدة زينب حسن اللي عمرها كان 40 سنة بلاغ لحكم دار بوليس اسكندرية عن اختفاء بنتها نازلة أبو الليل اللي كان عمرها 25 سنة من 10 أيام، وقالت إنها كانت لابسة دهب في إيدها. وانتهى بلاغ أمها بإنها خافت إن تكون بنتها اتقتلت بفعل فاعل لسرقة الدهب اللي كانت لابساه، وما تمش التوصل لأي ست من الستات دول بسبب كتير من الصعوبات والمعوقات اللي لقيوها. وكانت أبرز الأسباب اللي طرحها المؤرخين والكتاب إلى: أول سبب إن انتشار ظاهرة هروب الستات من عائلاتهم في الوقت ده بسبب الفقر، وده اللي يظهر إن احتمال اختفاء الست للسبب ده واستبعاد فكرة القتل أو الخطف. تاني سبب هو إن ملابس الستات اللي كانت منتشرة وقتها هو الجلاليب السوداء وغطى الوش، وبالتالي ما يقدرش حد إنه يعرف هوية أي ست أو التمييز بينهم. تالت سبب هو عدم وجود أي أوراق هوية وقتها، وده اللي صعب من مسألة اكتشاف الستات المختفيين. رابع سبب هو إن الأختين ريا وسكينة كانوا بيستدرجوا الستات اللي ليهم صلة سابقة بيهم قبل كده، أو يقدروا إنهم يكسبوا ثقتهم، وعلشان كده كانت الضحية تدخل البيت بإرادتها من غير عمل أي دوشة أو شكوك. خامس سبب هو إن الشرطة مشكتش مطلقا في كون المجرمين من الستات، وعلشان كده تركزت التحريات عن المشتبه فيهم من الرجالة،
ومفكروش أبدا أو شكوا مطلقا في كونها عصابة نسائية. وبرضه كانوا أفراد العصابة اللي من الرجالة ما شاركوش في عمليات الاستدراج، واللي كانت بالأحرى من تخصص ريا وسكينة بس. استمر نشاط العصابة في استدراج الضحايا وقتلهم لغاية ما وصلوا 17 ست من واقع التحقيقات، لغاية ما تم اكتشاف جرائمهم بالصدفة. كانت بداية 11 ديسمبر سنة 1920 لما وصلت لليوزباشي إبراهيم حمدي نائب مأمور قسم اللبان باسكندرية إشارة تليفونية من عسكري الدورية بشارع أبي الدرداء باكتشاف جثة ست بالطريق العام. وأكدت الإشارة وجود بقايا عظام وشعر رأس طويل بعظام الجمجمة، وجميع أعضاء الجسم منفصلة عن بعضها. وجنب الجثة كان في طرحة من الشاش الأسود وفردة شراب سودة مقلمة بأبيض، وما قدروش يعرفوا صاحبة الجثة. بعد كده قدم راجل ضعيف البصر اسمه أحمد مرسي عبده بلاغ للكونستابل إنه في خلال حفره داخل أوضته لتوصيل المية وعمل بعض أعمال السباكة اتفاجأ باكتشاف عظام آدمية، فكمل الحفر لغاية ما لقي بقية أعضاء الجثة اللي خلته يبلغ عنها فورا. فيتحمس ملازم شاب بقسم اللبان للبلاغ، فيروح بنفسه لبيت الرجل اللي ما كانش بيبعد عن القسم أكتر من 50 متر، فيشوف الملازم الشاب الجثة بعينيه، فيتحمس أكتر للتحقيق والبحث في القضية. ويكتشف في النهاية إنه قدامه مفاجأة جديدة، وهو إن البيت كان بيستأجره راجل اسمه محمد أحمد السمني، وكان بيأجر أوض من البيت لحسابه الخاص بيه. ومن بين اللي استأجروا في الفترة اللي فاتت سكينة بنت علي وناس تانية، وإن سكينة هي اللي أجرت الأوضة اللي لقي فيها رجل الجثة تحت البلاط. وأكدت التحريات إن سكينة سابت الأوضة مرغمة بعد ما طرد صاحب البيت بحكم قضائي المستأجر الأصلي، وحاولت بعد كده إنها ترجع لاستئجار الأوضة بكل الطرق، لكن صاحب البيت رفض، وده اللي خلى الضابط إنه يشك في سكينة. بعد اكتشاف الجثتين المجهولتين لاحظ حد من المخبرين السريين اللي كانوا منتشرين في كل أنحاء الإسكندرية بحثا عن أي أخبار تخص اختفاء الستات. لاحظ المخبر ده اللي اسمه أحمد البرقي ظهور ريحة بخور مكثفة من أوضة ريا بالدور الأرضي ببيت خديجة أم حسن بشارع علي بيك الكبير. وأكد المخبر إن دخان البخور كان بيطلع من شباك الأوضة بشكل مريب، وده اللي صار شكوكه، فقرر إنه يدخل الأوضة. واللي صابها بارتباك شديد لما سألها المخبر عن سر كمية البخور دي. سبب الارتياب ده في شك المخبر، واللي راح لليوزباشي إبراهيم حمدي علشان يبلغوا شكوكه في ريا وأوضتها. وفورا راحت قوة من ضباط الشرطة والمخبرين والصلاة للأوضة، ولقيوا صندرة من الخشب كانوا بيستخدموها للتخزين. وأمر الضابط بإخلاء الأوضة وإزالة الصندرة، فيكتشف الضابط إن البلاط الموجود فوق أرضية الأوضة وتحت الصندرة متركب جديد بخلاف باقي بلاط الأوضة، فيأمر بخلع البلاط ده. ولما خلعوه ظهرت ريحة العفن بشكل ما يتحملهوش أي إنسان. وبعد كده خلعوا أكبر كمية من البلاط، فظهرت جثة ست، فجالها ريا هلع وزاد ارتباكها. ولكن الضابط أمر باستكمال الحفر والتحفظ على الجثة لغاية ما يحرر محضر بالواقع في القسم وياخد ريا معاه القسم اللبان. لكن يدوب قبل ما يوصل لبوابة القسم جاله إخطار باكتشاف جثة تانية، ولقيت القوة الموجودة بوابة ريا على دليل حاسم هو ختم حسب الله المربوط في حبل دائري. الظاهر إن حسب الله كان بيعلقه في رقبته ووقع منه وهو بيدفن واحدة من الجثث. ما قدرتش ريا إنها تنكر، خاصة بعد وصول بلاغ جديد للضابط من رجالته باكتشاف جثث تالتة. واضطرت ريا إنها تعترف بإنها ما اشتركتش في القتل، لكن في رجالة بيجوا الأوضة مع ستات وإنهم عملوا الجرائم دي أثناء غيابها. وحددت الرجلين بإنهم عرابي وأحمد الجدر. بعد كده أمرت النيابة بالقبض على كل اللي جاء اسمه في البلاغات الأخيرة،
خاصة بعد ما توصلت أجهزة الأمن لمعرفة أسماء صاحبات الجثث اللي لقيوها في بيت ريا. بعد كده وصلت تحريات من صول اسمه محمد الشحات، أكد إن ريا كانت بتتأجر أوضة تانية في حارة النجاة من شارع سيدي اسكندر. راحت قوة من البوليس بسرعة للعنوان الجديد وأخلوا الأوضتين واكتشفوا جثث جديدة. راحوا الضباط لبيوت كل المتهمين المقبوض عليهم، ولقي الملازم أحمد عبد الله من قوة المباحث ذهب وصور وكمبيالة ب120 جنيه في بيت المتهم عرابي حسان، وبرضه يلقى نفس الضابط أوراق تانية في بيت أحمد الجدر. بعد كده توصل معلومة هي إن ريا كانت ساكنة في بيت تاني في كرموز، وسابت السكن بحجة إن المنطقة وحشة. وفي خلال الحفر يكتشفوا جثة ست جديدة. كان أقوى الأدلة هو اكتشاف جلابية نبوية في بيت سكينة، وأكدت الستات صاحبات نبوية إن الجلابية تخصها، واعترفت سكينة إنها جلابية نبوية، لكن قالت إن العرف السائد بين الستات في الحي هو إنهم بيتبادلوا الجلاليب، وإنها عطت نبوية جلابية وخدت منها الجلابية دي. كانت ريا هي أول من اللي اعترفوا بدري، واللي أقرت بأنها ست ساذجة، وإن الرجالة كانوا بيجوا أوضتها بالستات أثناء غيابها، بعد كده يقتلوا الستات قبل ما هي تيجي، وإنها ما حضرتش غير عملية قتل واحدة. وانفردت النيابة بأكبر شهادة إثبات في القضية، وهي بديعة بنت ريا، اللي طلبت الحصول على الأمان قبل الاعترافات علشان ما تنتقمش منها خالتها سكينة وجوزها، وبالفعل دمروها. فاعترفت بوقائع استدراج الستات لبيت خالتها، واعترافها بذبح الرجال للضحايا ودفنهم. ورغم الاعترافات الكاملة لبديعة إلا إنها حاولت إنها تخفف من دور أمها ريا ولو على حساب خالتها سكينة، ولكن كانت سكينة ما اعترفتش بشكل نهائي. لما تعترف بشكل نهائي كانت بتخفف من دور جوزها. أثناء ما كانت سكينة بتحكي في باقي اعترافاتها في قصة قتل 17 سيدة وبنت، لكنها أكدت إن أختها ريا هي اللي ورطتها في المرة الأولى مقابل 3 جنيه، وبعد كده كانت تاخد نصيبها من كل جريمة من غير ما تعترض، خوف من أن يقتلها جوزها عبد العال ورجالته. شغلت القضية الرأي العام في مصر، وتصدرت أخبار القبض على المتهمين عناوين الصحف، ولكن ما مرتش التحقيقات بسهولة نظرا لتضارب روايات المتهمين وتعدد الخيوط وعدم وجود أدلة كافية، وده اللي أدى لفشل حسم القضية وهروب الجناه من العدالة. وده اللي خلى كامل بيك عزيز وكيل النائب العام في الإسكندرية إنه يضطر للاعتذار عن القضية بعد ما كمل 12 يوم تحقيق من غير أي جدوى، وما وصلش لأي دليل ضد ريا وسكينة. وفورا كلف النائب العام سليمان بيك عزيز وكيل النيابة العمومية ورئيس نيابة القاهرة لاستكمال التحقيقات، واللي قدر إنه يربط خيوط القضية وحسمها بعد 3 أيام من وصوله، وده من خلال إنه استجوب بنت ريا وهي بديعة، واللي أقرت بمشاهدتها للجرائم. ومع مواجهتها لريا اضطرت للاعتراف، ومع مواجهة المتهمين بالأدلة واعترافات التانيين انتهى بيهم الأمر إن هم يعترفوا بارتكاب الجرائم دي. عقدت المحكمة الجلسة الأخيرة من المحاكمة في يوم الاثنين الموافق 16 مايو سنة 1921 في تمام الساعة 8:30 صباحا، ووجهوا للمتهمين تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بدافع السرقة لكل من ريا وسكينة علي همام وحسب الله سعيد مرعي ومحمد عبد العال وعرابي حسان وعبد الرازق يوسف، وتهمة المشاركة بالتستر لكل من علي حسن نصر الصايغ اللي اشترى مصاغات جميع الضحايا، وأمينة بنت منصور الشهيرة بأم أحمد النص، ومحمد علي القدوسي الشهير بالنص، وسلامة محمد خضر الشهير بسلامة الكبت. وحكمت المحكمة على كل من ريا وسكينة علي همام وحسب الله سعيد مرعي ومحمد عبد العال وعرابي حسان وعبد الرازق يوسف بالإعدام شرقا، وعلى علي محمد نصر الصايغ بالحبس لمدة 5 سنين. وحكمت المحكمة ببراءة كل من سلامة محمد خضر الشهير بسلامة الكبت
وأمينة بنت منصور الشهيرة بأحمد النص، ومحمد علي القدوسي الشهير بالنص. كانت في مشكلة تمثلت في هل يرضى القضاء بإعدام الستات لأول مرة نظرا لكونه غريب عن المجتمع المصري وقتها، إلا أن النيابة قدرت في مرافعتها إقناع المحكمة من خلال أن القضايا السابقة الخاصة بجرائم بترتكبها الستات دايما بتكون فيها مبرر أو دافع لارتكاب الجريمة، زي الأخذ بالطار أو الغيرة أو غسل العار أو الانتقام أو حتى السرقة، وعلشان كده كان بيتم الرأفة بيهم. إلا أن قضية ريا وسكينة يعني تكاد تخلو من أي مبرر للرأفة. في المرة دي كانت الجريمة أشد قسوة وتوصفت بقسوة القلب، فهم كانوا بيرتكبوا جرايمهم في نفس مكان مبيتهم، وياكلوا ويشربوا ويناموا فوق مكان دفن الضحايا من غير أي اهتمام. وبرضه اعتمدوا على قتل الستات وسرقتهم كمصدر للفلوس من غير أي رحمة أو شفقة. وأيد طلب النيابة محامي من المحامين المدعين بالحق المدني بإعدام ريا وسكينة، وقال بأن عدم صدور أحكام بالإعدام ضد الستات فيما عدا حكم واحد صدر في بداية إنشاء المحاكم الأهلية سنة 1883 أدى لتشجيع الستات على ارتكاب جرائم القتل.